مبارك التطبيق اللي كيستعملوه ما يقارب مليار مستخدم. هذا التطبيق بالضبط ولا اخطر تطبيق في التاريخ ديال الانترنت واللي ولا اسوأ من دارك ويب. التطبيق هو تيليجرام. Telegram is quickly becoming another go-to app for deal. Do not use Telegram, the messenger, at all. هاد الكلام ماشي ديالي انا، هاد الكلام ديال الشرطه الفرنسيه اللي في 24 غشت سنه 2024 شدات صاحب هذا التطبيق في المطار، رجل اعمال مليارديري سميتو بافل دورو، مالك 100% من التليجرام. اييه تيليجرام ما عندوش مستثمرين. وفي هذا الفيديو غادي تعرف علاش هذا الشخص تشد في المطار ب 12 تهمه. هاد 12 تهمه عباره عن تجاره في السلاح، غسل الاموال، تجاره في المخدرات، محتوى اباحي على الاطفال، نصب واحتيال، وعدم التعاون مع السلطات. وماشي غير هذا الشيء، هذا التطبيق صنع كميه مجرمين ومنظمات اجراميه كبيره. كيفاش هذا الشيء وقع؟ تبع الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرف. قبل ما ندخل في الفيديو ما تنساش دير لايك، حيت لايك حافز معنوي كبير، وما تنساش تابونا وتفعل الجرس وتخلي كومونتير فيه نصيحة ولا ملاحظة على الفيديو. نبداو. في 10 أكتوبر سنة 1984 في روسيا غيتزاد بافل دوروف. الأب ديالو كان أستاذ جامعي في اللغة، داكشي اللي خلاه يكبر في بيئة علمية. بافل من صغره هو مهووس بعالم الحواسب والبرمجة والتكنولوجيا، داكشي اللي يخليه واحد من أنجح الناس في عالم التكنولوجيا. في 2006 كان كيقرا في الجامعة. في واحد النهار جا عنده صاحبه وجاب له نسخة أولية من تطبيق فيسبوك. هادشي في 2006 يعني كان فيسبوك يلاه بادي. بافل شاف هذيك النسخة وقال بغيت ندير هاد النسخة في روسيا. وفي أقل من سنة صنع أكبر شبكة تواصل اجتماعي في روسيا وأكثر استعمالا، وسماها في كونتاكسي يعني على تواصل. ولأن هذا التطبيق كيشبه بزاف تطبيق فيسبوك لقبوه بمارك زوكربيرغ. ولكن الفرق بين ظروف وزوكربيرغ أن ظروف ما كانش كيبيع بياناته الشخصية، وما كانش كيعطي معلومات للحكومة، وما كانش كيخاف من حتى واحد، ماشي بحال هذاك اللي ما كيبدلش تيشيرت. وهنا بدات المشكلة الكبيرة. في 2011 بداو الانتخابات في روسيا وطلعوا احتجاجات ومنظمات وتجمعات كبيرة. الشعب كان معصب وكانوا فتحوا جروبات في تطبيق فيديو اللي هو في كونتاكت. جات الحكومه الروسيه عند ظروف وقالت ليه حذف هذوك الجروبات. ظروف صدموا بالجواب ديالو، قال لهم لا، ماشي غير قال لا، حط في الحساب الرسمي في التطبيق ديالو صوره ديال كلب هاسكي كيخرج لسانه وكتب عليها هذا الرد الرسمي للحكومه الروسيه. حتى لهاد الدرجه ما واخدش الامور بجديه. الحكومه والشرطه الروسيه تعصبت من الرد ديالو. داكشي علاش في البلاصه مشاو لدارو ودوروها وطلبوا منه يسلم راسو. ونزيدكم الشرطه الروسيه اللي بقات لجريمه ارتكاب حادثه السير والهروب منها باش على الاقل يوصلوا بشي حاجه باش يخوفوه. ولكن واخا هادشي كامل والضغوطات اللي كتمارس عليه الدوله بقى بقصح راسو وما يعطيهم حتى حاجه. واخا دابا ظروف كيفاش جاتو الفكره ديال تيليجرام؟ قصه ما فيها ملي جاو البوليس لدارو ودوروها ما بغاش يفتح لهم الباب واضطروا يحاولوا يهرسوا له الباب. ملي البوليس كان كيحاول يقتحم الدار زد التليفون وبغى يعيط لخوه. في هذيك اللحظه اللي بغى يعيط صعب انه ما كاينش شي حاجه يستعملها في التليفون يقدر يرسل منها ميساج بلا حتى شي واحد ما يشوفها. اي حاجه ممكن يستعملها 100% غادي يشوفوها. وتما جاتو فكره التطبيق ولكن مازال ما طبقهاش. استمرت المشاكل في حياته بينه وبين الحكومه، وصلت لدرجة 2013 اتهموا بتهمة انه ضرب بوليسي في طريق مرسيدس بيضاء. اشنو كتخيلوا ناض دار؟ غتقولوا بحال اي شخص عادي عنده الفلوس غيمشي يكلف محامي وصافي. لا، ناض هو حط في الحساب فيديو ديالو وكتب بلي تضرب بوليسي تاكد انك تمشي وترجع فوق اكثر من مره باش تاكد انه عصرت الاعضاء ديالو كامله. ولكن من بعد بيد انه اصلا ما عندوش مرسيدس بيضاء، غير بغى يضحك معاهم ويشد معاهم ستون. في مرة أخرى حط تصويره كيديما في الحساب ديالو فيديو عاطي الصبع الوسطاني البوتين، حيت أي حركة كديرها الحكومة كتكون من طرف الرئيس. وفي 2014 وقع الحدث الأعظم. وقعت حركة ثورية في أوكرانيا وتسببت في سقوط الحكومة الأوكرانية وروسيا دخلت. وقعت قصة كبيرة. المهم ماشي هذا الموضوع ديالنا. الحكومة الروسية ناضت كتحقق في الأسباب ديال هذه الحركة ولا من تحت اللومة، وهما يقصدوا في كيو حيت كانت أكبر منصة السوشيال ميديا حتى في أوكرانيا. وكانت الحكومة بغات معلومات على الأشخاص اللي كانوا كيستعملوا التطبيق. ظروف كالعادة رفض، ولكن الحكومة هاد المرة ما استسلمتش. بداو أشخاص من المحيط ديال الرئيس بوتين كيشريو حصص في شركة فيديو. بدا كيشريو حتى ولات عندهم الأغلبية العظمى، وحيدوا الظروف منصب سي كمدير تنفيذي ديال الشركة، وبززوا عليه أنه يبيع الحصص اللي بقاو له في الشركة. وبداو كيتابعوه قانونيا، واضطر أنه يهرب من روسيا واخا أنه هو روسي. في أواخر سنة 2013 كان بدا شركة تيليجرام يعني قبل ما يهرب من روسيا. داكشي علاش ملي هرب كان كيتنقل مع فريق شركة تيليجرام واللي كانت مكونة من 15 شخص، وبدا كيخدم على تطبيق تيليجرام. ظروف كان
كينقل من بلد لبلد، اتخذ قرار انه يستقر في دبي. تيليجرام ولات منصه ناجحه، وحتى هو كشخص كان محبوب عند الناس حيتاش كان مهتم بصحته، وكان ضد المخدرات وشرب الكحول، وكان تيشجع الناس على الاكل الصحي. ولكن كيفاش هذا الشخص ولات عليه 12 تهمه؟ داكشي علاش غادي نرجعوا لتيليجرام، واحد الميزه اللي خلاته مختلف على باقي التطبيقات: الحريه والخصوصيه. تقدر دير قناه فيها اكثر من 200 الف شخص مشفر مجهول الهويه، والمجرمون استغلوا هذا الشيء لصالحهم وردوه على شكل دارك ويب. الدارك ويب كان كيجمع الناس السيئين في زاويه واحده من الانترنت وبعيده ومعقده. ولكن تيليجرام سهل الوصول لهاد البلاصه عن طريق تطبيق كاين في جوجل بلاي. واحده من الجرائم اللي وقعت في تيليجرام نصب الشيكات. واحد الدري عنده 24 عام جاتو فكره بيزنس على التطبيق، دار جروب في تيليجرام نشر فيه عرض وظائف حقيقيه الشكل. الوظيفه كانت بسيطه: روح للبنك اللي حداك، صرف هاد الشيك وخذ نسبه من المبلغ. يجيب بالك واحد السؤال: منين كانوا كيجيبوا هاد الشيكات؟ هاد الشخص كان كيشريهم عن طريق ناس خدامين في البنوك، وبهذه الطريقه صنع منظمه اجراميه. المنظمه هذه ربحت 23 مليون دولار في وقت قصير. وسنه 2021 بوحدها امريكا ارتفعت جرائم النصب الشيكات الى 250 الف بسبب تيليجرام والمجموعات اللي كانت كتفشي الطريقه. وهذه فقط واحده من ملايين القصص والنصبات اللي وقعت في التطبيق. وفي 24 غشت 2024 نزل بافل دوروف بمطار لوبورجي في فرنسا بطائره خاصه. مع وصل شدته السلطات الفرنسيه واتهمته ب 12 تهمه اللي عباره على تجاره في السلاح، غسل الاموال، تجاره في المخدرات، نصب واحتيال، وعدم التعاون مع السلطات. والسؤال اللي كيبقى مطروح: واش رجل الشركه مسؤول على اللي كيصرى فيها؟ الاعتقال ديالو دار ضجه في السوشيال ميديا. ايلون ماسك علق على الموضوع مباشره قائلا: فري بافل. ناس كثيره شافت الاعتقال ديالو كهجوم على حريه التعبير، حيت الى جينا للصح حتى واتساب وفيسبوك وحتى يوتيوب كلهم تقدر توقع فيهم جرائم. الفرق هو انه تيليجرام عطى حريه كبيره بزاف، حريه بلا حدود. وهنا كيبدا السؤال الحقيقي: واش الحريه خصها تكون مطلقه؟ واش خاصها حدود؟ حيت الا عطيتي الحريه الكامله غادي تعطى فرصه حتى الناس الغالطين. ظروف كان ديما كيدافع على فكره واحده: الخصوصيه حق ماشي جريمه. ولكن في المقابل السلطات كتشوف العكس، كتشوف ان هذه الخصوصيه ولات درع كتحمي المجرمين. وحتى لدابا ما كاين حتى شي جواب واضح. تيليجرام مازال خدام، الملايين ديال الناس كيستخدموه كل نهار. شي ناس كيشوفوه احسن تطبيق تواصل، وشي ناس كيشوفوه من اخطر البلايص في الانترنت. اما بالنسبه للوضعيه القانونيه ديال ظروف مازال كيدوز من تحقيقات معقده. السلطات باغيه تثبت انه ما تعاونش معهم وانه خلى المنصه مفتوحه لانشطه خطيره، ولكن الدفاع ديالو كيقول ما يمكنش حاسب واحد على تصرفات المستخدمين ديالو. القضيه مازال ما سالاتش بشكل نهائي، تقدر تاخذ شهور وربما حتى سنوات. في نفس الوقت السؤال اللي خاص تسول راسك هو انه واش مستعد تعيش في انترنت فيه حريه كامله، ولا تفضل الامان حتى الا كان على حساب الخصوصيه؟ ما تنسمع الاراء ديالكم، داكشي علاش خليوه في كومونتير. الا وصلتي معايا حتى لهاد اللقطه غادي يكون عجبك الفيديو، وكنقترح عليك تفرج في هذا الفيديو، راه غادي يعجبك وراه نفس الفكره. وما تنساش دير لايك وتابونا وتفعل الجرس. في امان الله. Protect your health, cherish your parents, stay close to your prayers.